السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. اليوم غنفصلوا واحد الفستان مع بعض كيجي على شكل كلوش. العمر 5 سنوات. بالنسبة للثوبة البنات غادي تحتاجوا 1.60 على 80. انا هنا الثانية الثوب على 2. بالنسبة لهنايا 80 سنتيم لان الثانية الثوب كما لاحظتوا هنا راه مسدود. 80 سنتيم وفي العرض 80، يعني يجي خاصو يجي بحال مربع. هنا عندي 80 سنتيم في العرض والطول 260. كنتنو بهذا الشكل هكا. تنجيو نجيبو هذاك القنت ونحطوه على قنت اخر كيجينا على هذا الشكل مثلث. البنات ما تنسوش تدعموا القناه بلايك واشتراك فضلا وليس امرا، وتفاعلوا مع زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما لاحظتوا عندي هنا على 4. غنخرج الامام والخلف في نفس الوقت. كيجي زوين هذا الفستان البنات، الا بيديروا كفكره مشروع. هنا حطيت العرض الكتف اللي هو 15 سنتيم. هاد المقاسات اللي كنعطيكم البنات انا راه قاسماهم زايده لهم سنتيم الخياطه. قلنا عرض الكتف 15 سنتيم وكنهبطوا ب15. من بعد غادي ندخلوا ربع دورة الصدر اللي هو 17 سنتيم. صافي كنوصلوا هذاك الكتف هكا تنهبطوا به نيشان. من بعد كنجي من الكتف عاوتاني وكنهبط ارتفاع الحزام اللي هو عندي فيه 28 سنتيم. هنا كندخل بربع دورة الحزام اللي عندي فيه 16 سنتيم. بالنسبه للرقبه البنات دخلت 7 سنتيم ونزلت ب2 سنتيم من هبطه الكتف. هنا كنشكلوا التركيز ديالنا من الكتف وكنخرجوا للعرض ديال الصدر. هنا كنعبروا الطول ديال الصايه البنات من الحزام، كنعبروا الطول ديال الصايه اللي عندي فيه 40 سنتيم. كنجي من الكتف هانتوما تلاحظوا معايا مزيان. هنايا فتحت طاسه الرقبه. كنجيو من الكتف البنات وكنشوفوا يعني الحزام شحال عندنا فيه، يعني كما قلنا ارتفاع الحزام هو 28 سنتيم وكنبقاو غاديين بها. كتبقاي شاده هكا بالمترو من الفوق ديال الرقبه وانتي غاديه بديك 28 سنتيم اللي عندك في ارتفاع الحزام. كما قلنا هنا الطول ديال الصايه تقريبا 40 سنتيم. كنجي من الكتف كنشوف شحال عندي 28 على 40 مثلا غتكون عندي 68. اذا غادي نشد من الكتف الفوق وانا غاديه بديك 68 سنتيم. دائما نركزوا نبقاو شادين المتر في الفوق البلاصه اللي شدينا فيها عرض الكتف وحنا غاديين، وكنبقاو نطراسوا 68 وحنا غاديين بها.
ولا كديروا هاد الطريقه، يعني من الحزام كتبقاو تعبروا 40 40 40. هنا البنات كندخل تقريبا بواحد 10 سنتيم، ما كنقطعها ما والو، غير كنعلمها من الحزام. فهمتوا البنات؟ دابا مثلا الحزام عندي فيه مثلا 16 سنتيم، كندخل تقريبا واحد 10 او لا 7، وداكشي اللي بقى كنقطعوه تندخلوا به. دابا غادي يبان لكم فاش غادي نقطع. هنا قطعت التركيز ونزلت نيشان لعرض الصدر. هنا كما قلت لكم ما كنقطعوش، كنجيو لجهه اخرى، لاحظوا معايا مزيان، وتنبقى نقطع من الحزام. هنا راه الحزام حتى كنوصل هذيك البلاصه اللي علمنا، اما 7 ولا 10 على حسب اللي بغيتو. فهمتوا؟ ها نتوما هنا فتحتو، وديك البلاصه اللي علمنا اللي فيها 10 اولا 7، نتوما كيبقى لكم الاختيار. الا بغيتو لي يعني البليات يكونوا باينين بزاف تدخلوا غير ب7 سنتيم. كنتمنى يكون الشرح واضح. هذيك البلاصه اللي خارجه على الحزام هي اللي غادي ندخلو في التكماش. البنات تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي. فاش كنقطعو كيجي على هذا الشكل هكا. هذيك البلاصه اللي زايده في الحزام هي اللي غادي ندخلو في التكماش بهذه الطريقه. واحد الحاجه نسيت، غادي نفتح الفتحه ديال العنق في الخلف، تقريبا كتهبطوا بواحد 6 سنتيم هكا لتحت، وكتفتحوا الفتحه ديال العنق ديال الخلف. هاد البلاصه اللي جمعنا فيها لي بلي بنات كنديروا فيها الحزام. هانتوما كما كتلاحظوا في الخياطه، راه دوزت هنايا الخياطه بغرزه كبيره على ديك البلاصه ديال الحزام اللي كانت مفتوحه، وكنجبدوا هكا الخيوط. ضروري ديروا غرزه كبيره البنات باش تقدر يتجبد لكم الخط مزيان. صافي فاش كنجبدوا الخيط كنقادوه مع ديك البلاصه ديال الحزام نيشان وكنخيطو، يعني كنجمعوا هذاك الطرف اللي شايط هكا بالتكماش حتى كيرجع لينا مع ديك البلاصه ديال الحزام اللي عندنا. نفس الشيء غادي نديرو في الثاني. هانتوما كما كتلاحظوا انا كنجبد الخيط حتى كنقد الطرف مع خوه. هنايا غادي نجمع الكتاف مع بعضياتهم. الان غادي نصيب واحد البي لهذيك الفتحه ديال العنق، كدوز عليه الخياطه هكا على الوجه ديالته، تنكريني هكايا باش يقدر يتقلب ليا
بكل سهوله صافي. وكنعاود نثنيوه، هانتوما كنظن راه باين، كنعاود نثنوه للداخل. الان كنفينيو الدوره ديال الكل بواحد البي عاوتاني، كندوزو هكا على الكل كامل، يكون واحد الشريط تقريبا فيه ديك 3 سنتيم اولا 2 سنتيم. هانتوما كنكريني الدوره ديال الكل كلها، وتنعاود نثنيه للداخل على 2 مرات. نفس الشيء غادي نديرو في دورة التركيز، حتى هو غادي نفينيو هكا كما درنا في دورة العنق نفس الطريقه. هذاك الشريط البنات اللي غادي تفينيو به الكول والدوره ديالها ما تقطعوش على نيشان، خصو يتقطع على شكل مائل. العرض ديال الشريط كما قلت 2 سنتيم حتى 3 سنتيم. هنا البنات غادي نجمع جناب. هذاك الحزام اللي غادي نوريكم دابا من احسن ركبوه عاد جمعوا جناب باش ما يجيكم صعيب في الخياطه. هادو هما الحزامات اللي غادي نديرها البنات، تقريبا 4 منهم. صافي كنخيطهم هكا كلهم مسدودين، بعد تنقلبهم. تقريبا العرض ديال الحزام البنات ما عقلتش شحال درت فيه وقيله تقريبا ديك 5 سنتيم هكا في العرض، والطول ديالو ديك 12 سنتيم. شفتوا كنشكل 4 منهم بهذه الطريقه، وكنركبوهم في هذيك البلاصه اللي جمعنا بتكماش بهذه الطريقه هكا. كما قلت لكم البنات حاولوا تركبوا الحزام قبل ما تسدوا الجناب باش تجيكم في الخياطه سهله. كنحطوا الحزام بهذه الطريقه هكا. كنتمنى تكون الصوره باين لكم. قلنا 4 الاشرطه، 2 في اليمين و2 في اليسار، لان كنجمعوا هذاك الحزام في الجناب ماشي في الظهر ماشي في اللور. كنجيبوه مع ديك البلاصه نيشان اللي جمعنا فيها لي بلي، البدايه ديال لي بلي. ديك البلاصه اللي علمنا فيها 10 سنتيم، اللي بدينا فيها 10 سنتيم، هي فاش تركبوا البنات الحزام. هنا ما صراتش الفيديو باش تبان لكم الطريقه مزيان.
دابا هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الا استفدتوا ما تنساوش تخلوا لي لايك. هنا عندي واحد واحد طريف ديال التوبشايط هكايا. قلت علاش ما ندير فيه هذاك بحال شكل وريضه في القدام. نتوما بامكان لكم ما ديروهاش الا ما بغيتوش. كتشدوا الطرف هكا تقريبا مستطيل، كتخيطوه هكا من الجناب وكتقلبوه. من بعد كتجمعوه هكا بروخيط ولا بهذا الشكل هكا. قلنا العرض عندي فيها ما قلتش، دابا نشوف شحال عندي فيها. وكنحطوها في يعني كنشوفوا الوسط ديال الفستان، كنعلموا الوسط بهذه الطريقه، وكنحطوا عليه هذيك بحال وريده، كتبان بحال وريده هكا في الوسط ديال الفستان. كما لاحظتوا راه كيجي فستان عريض بالنسبه لعمر 6 سنوات. هنايا كنعاود ندوز على الخياطه على هذيك الوريده اللي درت. كنحاول نجمع هكا ونخيط. نتوما بامكان ليكم دوزوا عليها بروخيط عاد تخيطوا فوق يعني فوق منها بالماكينه. هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى يعجبكم. كما قلت لكم بامكان لكم ديروه كفكره مشروع، علاش لا. تخدموا الكسيوات هكا غير بالثوب ديال الملحفه. كما لاحظتوا هذا راه ثوب ديال الملحفه. وكديروا النوع ديال الفساتين خصوصا في هذا فصل الصيف او لا بالنسبه يعني العيد كيجي زوين. كما لاحظتوا راه الحزام كيجي في الجناب. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.